المليون فدان. يعني نشر في الصحف اهو من يوم الاربعاء الماضي ان البنك الدولي رفض تمويل هذا المشروع، وان هذا المشروع مهدد بالفشل. ليه؟ لا ده غير صحيح. اعتقد ليه؟ انه لان لا ده منشور في صحف يعني اتصور انه محترمه جدا. اتصور ان هذا الخبر يعني يتم نفيه من خلال ما تم انجازه على ارض الواقع. طيب اسمح لي اقرا لك الخبر وتعقيب متخصصين عليه، وحضرتك تعلق برضه. يعني احنا نتمنى طبعا كل مشروعاتنا تنجح. انا اتصور ان هذا الخبر ملوش علاقه بالجوله وبالسؤال اللي حضرتك سالتيه اللي بيتعلق لا لان يعني حضرتك لما تتحدث عن مشروعات قوميه وبالنسبه لجولات الرئيس سالت حضرتك انه المواطن لم يلمس شيئا على ارض الواقع. لماذا لا تتكلمين عن 5000 كيلومتر تم رصفهم في خلال السنه ونصف الماضيه؟ عظيم جدا. لماذا لا تتكلمين عن محور تنميه قناه السويس؟ مش في السنه ونصف الماضيه، وشرق التفريعه طيب لحظه علشان اللي تم افتتاحه بالامس. طيب من فضلك لحظه لماذا بس. لا تتكلمين عن هنتكلم عن قناه السويس؟ طيب بس لحظه من فضلك. الرئيس اعلن من سنه ونص ان الخطه القوميه للطرق هتنتهي بعد عام. تمام. فات عام ونصف. الرئيس في خطابه الاخير اللي يعني تحدث فيه حوالي ساعة ونص تقريبا، كان أطول خطاب له، قال إن هننتهي من ال5.5 أو 6.5 كيلومتر، 6000 كيلومتر ونصف آخر 2016. تمام. مش آخر 2014 تمام. زي ما قال. تمام. أنا بقول لك في إنجاز أو 5000 كيلومتر. نعم. يعني عندما تتكلمين عن 6000 وفي 5 بالفعل أنجزوا طيب. خلال هذه المدة. بس الناس ممكن يسألوا حضرتك، هل الثورة قامت الناس رفعت شعارات ومطالب نريد طرق وكباري، نريد طرق وكباري أنا أرد عليك مع أهميتها طبعا أنا مهمة. أرد عليك